تعالوا نعمل اكله جميله كده مع بعض، اكله ترم العظم، اكله تفتح النفس، والله العظيم انا بموت فيها فعلا. وما بصدق اقول بصي يعني يطلبوها مني، اول ما يطلبوها مني اقوم جري اعملها. هي دي يا اختي، ربنا اداك الصحه دلوقتي. ايوه، ما اللي مش بحبها. تعالوا بس كده حبايبي، نقول نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. والدنيا احلى عليكم واحلى شر. الاكله دي حلوه قوي قوي يا بنات قوي. تعالوا هنا ايه، جبنا شويه معلقتين توم، وحطينا عليهم شويه زيت وصلصه طماطم، وزي ما انتم شايفين كده حمرنا التوم وقلبنا عليهم ايه، الزيت، وقلب ماجي وشويه توابل، التوابل اللي انت تحبيها، شوية ملح على شوية كمون على شوية شطة على شوية بهارات على شوية فلفل أسمر على شوية ايه تاني كزبرة. كل بص اللي انت تحبي حطيه فيها. هي بس بتحب التوابل، هي أكلة كلها على بعضها جميلة قوي يا بنات، قوي قوي قوي، والله العظيم بتعجبني قوي. ده هتفتح نفسكم بشكل، بس انتوا يلا ايه، تعالوا شوفوا النتيجة ازاي عاملة ازاي. قال تعالوا نشوفوا النتيجه، ايه نتيجه الثانويه العامه دي يا منى؟ طواجن حلوه، ايوه طواجن، ايه ده، هو انا بفتن على نفسي ولا ايه؟ المهم جبنا هنا صينيه وحطينا فيها ماده دهنيه، سواء زبده بقى او زيت اللي يعجبك انت، ماشي ماشي. ويكون عندي هنا ايه، صدور فراخ متقطعه مكعبات. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا والله مهيسه، ما قادره اتكلم حتى يعني، بس انا ما اقدرش اكل حاجه من غيركم، ما اقدرش والله، لازم تشاركوني الاكله الحلوه ديت. المهم خدتها كده زي ما انتم شايفين، تقليبه حلوه قوي في الايه، في الماده الدهنيه اللي احنا حاطيناها، تمام كده. تفضلي تقلبي فيها تقليبه حلوه، ما تسيبهاش، وتخلي ايدك فيها على طول، تمام كده حبايبي. خليكم معايا ايه، صاحيين وواعيين، وقلبي كده وما تستخسريش. الاكله دي على قد ما هي بسيطه، لكن هي مشبعه، لكن هي طعمها جميل، بتشتريها من بره بالشيء الفلاني. هم ده كانوا عايزين يضحكوا عليا وياخدوا مني مبلغ حلو، والله العظيم، يروحوا يجيبوا الطاجن ده يا بنات ب 45 جنيه بره. شوف انت لو عندك خمس ست عيال في وش العدو كده، هتجيبي لهم كام طاجن، وجوزك وانت يعني بصراحه هتخش لك في 300 400 جنيه. طب وعلى ايه، تعالي نعملها هنا والله ما تكلفنا حاجه. تعالي كده، قمنا حطينا شويه فلفل اسمر وشويه كمون، ومسكناها ايه قلبناها. فلفل اسمر وكمون بس من هم اللي انا عايزاهم بس دلوقتي. وحطينا عليهم طبق البصل ده، ما تخافيش ان البصل كتير. البصل ده ناعم يا بنات، ها. اوعي تحطي بصل كبير كده يبقى شكله مش عاطفي يعني، ماشي. فمسكتها قلبتها كده بالبصل بتاعها. اديها تقليبه حلوه وشوحيها تشويحه حلوه، خلي البصل ريحته تطلع كده وتفحفح معاكي. ماشي. هنا بقى تعالي بقى للمكون الرهيب ده، معلقه كركم كبيره تملى العين كده، ما تستخسريش فيها. وعليها معلقه كزبره، حلو الكلام كده. ومعلقه البهارات اللي احنا حطيناها ديت، وشويه الملح، تمام كده. وهنمسكهم انا زي ما انت شفتي كده، هنديهم التقليبه التمام. حطي اللي انا بقول لك عليه خطوه خطوه، امشي خطوه خطوه في الموضوع، علشان تطلع زي ما هتشوفيها كده في الاخر. بصي مش هتندمي، بس هتندمي لو ما عملتيش زي ما انا عملت بالظبط بالملي كده. حلو الكلام. ده ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده صوص مشويات يعني، فاهماني؟ بتاخدي زي معلقه العسل الاسود كده، بتاخديه تاخدي منه معلقه ولا حاجه، يا لهو بصي انا بحبه قوي عليها. انا مش عايزه اقول لك ان انا اقول لكم ان انا مهيسه، حتى ناسيه اسم الصوص ناسيه كل حاجه، والله عايزه انام يا جماعه. انا برجع من الشغل تعبانه وهلكانه، وبقف في المطبخ اعمل الغدا، فده بيتعبني. ورجعت حطيت تاني ازاي، بصوا بحبه جدا. فده والله يا بنات بيبقى تعب عليا وهلك عليا، فعشان انا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر تعب يا بنات، حطوا لي يلا يا بنات ويا ستات ويا ناس يا حلوه كده، حطوا لي احلى لايك واحلى شير. هنا بقى كان عندي شويه فلفل الوان متفرزين كده في التلاجة. دايما انا بفرز الفلفل الالوان في الفريزر، وزي ما قلت لك قبل كده بنحطه ما نسيبوش يسيح معانا، فاهماني؟ يعني تحطيه تلجه كده وتكسريه في اي حاجه انت هتعمليها. حلو الكلام. ومسكتهم قلبتهم كده تقليبه حلوه مع بعض، يا خراشي لو تشم الريحه، يا خراشي كانت ماليه ماليه المنطقه. شقه مين يا ماما؟ ماليه المنطقه. المهم قعدنا نقلب فيها كده يا بنات زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم يا بنات يعني الكلمه الحلوه صدقه. هنا خلي بالكم من نص كوبايه الميه اللي اتحطت دي، عشان هنغطي عليها دلوقتي ون ايه ون ونسيبها. هنا كنا بنغلي الميه، وحطينا هي غليت، وحطينا عليها شويه ملح كده، وهنحط ايه المكرونه بتاعتنا، تمام، تتسلق براحتها بقى. المهم انا عشان ما ننساش الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم يا بنات، عشان انا والله الواحد بيشوف حاجات كتير. الكلمه الحلوه صدقه، وجبر الخواطر على الله. يعني لما حد يديكي حاجه تاكليها ما تقوليش لا، خلاص اجبري بخاطره حتى لو انت واكلاها غصب عنك. حلو الكلام. المهم جبنا الطواجن ديت
زي ما انتم شايفين كده. وطلعت كيس الجبنه الموتزاريلا من التلاجة وبدات ان انا اكسر فيه. اوعي تستني الجبنه الموتزاريلا تسيح، ماشي؟ يعني بدات ان اطلع فيها من الكيس بتاعها، كانت لسه متجمده، انا ما لحقتش اطلعها يعني قبلها بوقت. ماشي. وجبت الطواجن ديت حطيت فيها المكرونه الاسباجيتي زي ما انتم شايفين كده، وهحط في الطاجن الكبير والطواجن الفخار ديت، وهنظبط الدنيا مع بعض. حته اكله والله العظيم، والله ما هتاكلي زيها وهتعمليها ومش هتفكري تاني عمرك تجيبيها من محلات. حلو الكلام يا بنات؟ ماشي. المهم زي ما قلت لكم كده يا بنات، جبر الخواطر على الله. اوعي تحرجي حد، اوعي تكسفي حد، اوعي تحسسين ان انت اكلك مش حلو، اوعي مش عارفه ايه. الحاجات دي بتاثر في النفسيه. حتى ممكن تكون اللي قدامك ده كويس ونضيف واكله حلو، ولكن انت معلش ممكن تكوني النفسي نفسك مش بتتقبل حاجه من حد، بس لازم تجبري بخاطر اللي قدامك. تمام؟ يعني ما تحرجوهوش، حتى لو قالك خدي حاجه بتاخديها منه. حلو الكلام؟ لان ليه؟ جبر الخواطر على الله، وربنا بيجازينا خير عن كل دوت. حلو الكلام؟ زي ما انتوا شفتوا كده، انا طلعت كيس المكرونه حطيته ايه في الثلاث طواجن دول، اتنين صغيرين والكبير. حلو الكلام يا جماعه؟ تعالوا نحط عليهم ايه؟ نحط عليهم الصلصه. دي تاني خطوه هنعملها. امشي خطوه خطوه بالظبط وبالملي كده، هتعملي احلى طاجن مكرونه بالفراخ بالموتزاريلا ضرب. والله العظيم هتشوفيه طالع من الفرن عامل ازاي. ماشي؟ خطوه خطوه. ده احنا هو هنحط بصي كبشتين على كل طاجن. بصي عامل ازاي، ولا هنيجي جنبه ولا اي حاجه. يا نهار ابيض! ولا هيحتاج منك صلصه بعد كده ولا اي حاجه، مش زي اللي بنجيبه من العك اللي بنجيبه من بره. تعرفيش دي فراخ صاحيه ولا ميته، ما تعرفيش. انا شفت والله العظيم محل من ضمن المحلات قسما بالله حاطط كيس الجبنه في الارض. والله العظيم شايفاه بعينيا. فيكفي قوي ان انت تشوفي منظر زي كده. المهم حطينا الصلصه، وهنحط على كل طاجن كبشه ايه، خلطه من اللي احنا عاملينها. كتري بقى، كتري كتري وبلاش تستخسري دول ولادك مهما كانوا. يعني بلاش البخل اللي انت فيه ده، بخل المنايفه ده بلاش منه. المهم زي ما انتم شايفين كده، بدات ان انا ايه ازود الطواجن. هي سمعتني ولا ايه وانا بحط وانا بقول؟ فبدات تزود. زودي يا منى، زودي زودي، خلي ايدك فرطه ياما، دول عيالك وجوزك حبيبك يا حبيبتي. المهم حطينا بقى على الطاجن الكبير برضو نفس القصه. عايزه اقول لكم ان الخلطه كانت طعمها تحفه بجد يعني. مروان بيحبها جدا 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 هو وجيجي. ماشي. المهم حطينا اهي، بزود لهم دايما انا في الطواجن. على فكره نص كيلو ممكن يعمل معاكي اكتر من كده بكتير. بصي فاض عندنا خلطه اهي. وهنا بقى بدانا ان احنا نحط الجبنه الموتزاريلا كده ايه على الوش كده. يا لهوي بصي المنظر! تورتايه، تقوليش تورتايه؟ فعلا تورتايه. ده محل حلواني ده، مش مطبخ. والله يا جماعه الطاجن الصغير اللي انتوا شايفينه ده، طبعا مش الكبير، الصغير ده بيتكلف 45 جنيه. بيتحط اللي هو في الفويل وبيفردهولك. ما بيزيدش عن ده، بل ممكن يكون اقل من دوت، لانه عمره ما يحط لك الفراخ بالقطره ديت. ان انا مزوده المكرونه في الطواجن، مزوده كل حاجه، ومزوده الجبنه. عمر ما هيحط لك الحاجات دي كلها، لان الحاجه دي غاليه. احنا ما شاء الله مظبطينه وحاطينه وعاملينه لنفسنا يعني. هنا بقى كنت جبت طاجن وحطيت فيه معلقه شطه كبيره كده، وحطيت كبشه صلصه عليه وقلبتها. ما عملتش اكتر من كده، بحيث اللي حابب ان هو يحط مع معلقه شطه ولا حاجه حابب ان هو يبقى حار معاه براحته يعني، فاهمني؟ وقلبتها كده وحطيتها وخلاص. على كده شكرا، مش هضيف لها اي حاجه تانية، مش محتاج. بصي بقى صلصه، لا حطينا ميه ولا حطينا اي حاجه، وظبطناها. حلو الكلام يا بنات؟ خليكم معايا كده، ركزي ركزي وصحصحي وفوقي كده يعني. جوزك هيدعي لي، والله جوزك هيدعي لي. المهم بص طلعنا الطواجن من الفرن، ما قعدتش ما بتاخدش دقايق يا جماعه، تاخدوا بالكم يعني. بص الجبنه بقى بتمط منها ازاي، بتمط وتشط وتنط وتعمل كل حاجه يعني. بس الطعم خرافه، والله العظيم خرافه. انا بقيت عايزه اكل، بس هي سخنه سخنه جدا، ما بقتش عارفه امسك الطاجن الحقيقه يعني. بص بحاول اخرج الجبنه من الشوكه، مش عايزه تخرج بصراحه. هي جميله الجبنه ما شاء الله، حلوه وكده، والمكرونه كانت جميله. فانا عايزه اقول لكم على حاجه. جبر الخواطر على الله، زي ما بقول لكم تجبروا بخاطر اي حد، اجبروا بخاطري انا كمان. وادوني لايك وادوني شير علشان الفيديوهات توصل لكم وتوصل لاي حد عايز، حابب ان هو يتفرج او حابب ان هو يعمل حاجه زي كده، وبحيث ان هو ما يجيبهاش من بره. ما تكلفوش كتير يا جماعه، احنا كلنا دلوقتي بقينا تعبانين من الاسعار والحاجات ديت. فمن باب اولى ان احنا نساعد بعض، على الاقل ان احنا نوصل الحاجه دي لبعض. احلى لايك واحلى شير، واشوفكم على خير في الفيديو.